السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا المحترمين في كل مكان، متابعين قناة جوكر صياد الصياد على اليوتيوب. النيل وتقارير النيل. آه اللي بيطلع على النيل الأيام دي مفيش أي سمك بياخده، هو بيغرم مصاريف وبيغرم طعم وبيغرم سجعة وبرد وبيشرب المر على الفاضي يعني. لكن النيل الأيام دي والله العظيم ما هو واكل خالص، ولا يعني ممكن تطلع اليوم كله تاخد لك كف كفين، ممكن تاخد جرجور. يعني ما تاخدش يعني من الصيدة، ولا يعني هتمر نفسك 5 6 ساعات على الفاضي. تمام. لان النيل السنه دي فيه الميه فيها حاجه غلط، محدش عارف لحد دلوقتي السر ايه والسبب ايه. ومش في النيل بس، ده جميع الميات اللي على كافه الجمهوريه، يعني الميات كلها السنه دي مضروبه. محدش عارف بقى ايه سبب ان الصيف كان سخن السنه دي شويه، او السجعه السنه دي جامده شويه. الله اعلى واعلم. بس هي السمكه مش متحركه. حد يقول لك طعم حي، طعم زفر، طعم مش عارف ايه. انسى الكلام ده خالص، ووفر تعبك ومجهودك بدل ما تطلع تاخد دور برد، ولا تطلع تتمر في السجعه. واغلبيه الناس بتتصل بيا، ناس كتير والله بتتصل بيا على اساس ان هفيدهم وكده. بقول اللي يرضي ربنا، النيل يا جماعه مش شغال، النيل مش واكل، الميات كلها مضروبه. تقول لي طعم ريم، الريم طبعا ايه، اطلع انت وظروفك ممكن تاكل معكم كلها. لكن هو اساسا الميه نفسها، السمكه السنه دي مش متحركه وفي حاجه غلط. الميه السمكه في الميه مش جاب لاي حاجه. حتى صيادين الشبكه اما يشتكوا بجلة الرزق برضه وكده. ايوه اي نعم، في سمكه كبيره في النيل السنه دي، لكن مش جاي معانا في اي، حتى التشميط والله العظيم مش جاي معانا في تشميط خالص. فالواحد بيطلع يتكلم يقول له يرضي ربنا. رقم اتنين، مفيد توشكا. الناس اللي سألتني كتير عن مفيد توشكا. مفيد توشكا يا جماعة بيبقى ورا السد العالي. المية لما تكون قليلة ورا السد فبيخزن يعمل مخزون للسنة وكده وبتاع. فالمية السنة دي كتيرة بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك، ربنا يزيد ويبارك. المية ايه بسبب الحاجات اللي حصلت في براكين هتحصل في اثيوبيا الله اعلم، والكلام من ده. فالمية السنة دي البوابات بتاع السد ده مفتوحة على الآخر، فالمية كتيرة، فهتروح تشكى مفيش أي صيد هيحصل معاك. حتى على طلع الزايد والترع اللي مجاورة ليها المية برضو إيه، السمكة مش بتلاغي. يعني بتاكل معاك ممكن مثلا على 3 4 أيام تاخد لك 5 6 كيلو بولت أو حاجة. المفروض تشكى السنة دي مش حلو، لسه المية ما نزلتش ولسه المية ما خستش هناك. فبالتالي الصيد مش اللي هو الصيد مش هتروح هناك تاخد سمك، هتاخد رحله وتصرف مصاريف على الفاضي. فالواحد برضه بيقول اللي ليه واللي على الناس اللي بتسال. احنا النهارده داخلين في 12 واحد اهو، فالميه لسه برضه ايه، في توشكا ما اتقفلتش، والميه لسه ايه، ما زال الميه عاليه والميه السمكه مش واكله هناك. تمام. فبالنسبه للناس اللي عايزه تروح توشكا وكده، وفر برضه ايه فلوسك وقعدتك لحد ما ربنا يسهل الحال. ولو الميه كانت هناك، السمكه بدات تاكل هناك، هنبلغكم. لو السمكه بدات تتحرك هناك، اذا كان جيش البياض او راي او بولتي او جراميط او كده، هنبلغكم ونقول لكم يا جماعه الميه بدات تشتغل في توشكا. دي كان تقارير النيل وتقارير ما فيش توشكا، والعصر بيأذن وربنا شاهد على كلامي، ربنا شاهد على كلامي. تعادنا لحضراتكم جميعا، ما تبخلوش علينا بلايك، واللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك، وصلوا على الحبيب في تعليق كده. السلام عليكم